مساء الخير يا ابطال. ابو شيماء اتعور يا نهار اسود. اخواتي الطرش، اخباركم ايه يا جدعان؟ كله تمام؟ معانا النهارده الحاج حاجه كده زي زياده تاكيد. انا اسف الحاج، ابويا سماني الحاج. يقيم في الجيزه، يعمل لدى على المعاش. قبل ما نبدا الفيديو ونخش في اي حاجه، فين ال 10000 لايك يا جدعان؟ بجد فين هم؟ يعني مش موجودين. تمام انا مش هتكلم. نخش في المهم. ما تنساش تخبط اللايك الرايق بتاعك وسبسكرايب لقناه اليوتيوب لو انت اول مره تشوفنا، وكومنت رايك في الفيديو. ما تنساش كالعاده تصلي على النبي في الكومنتات. جاهزين؟ يلا بينا نبدا. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. عيد الاضحى قصدك؟ اي حاجة، المهم انك رديتي. لا انا ما صدقت. حاضر. ايه اي حاجة؟ تحترمي الايام المفترجة اللي احنا فيها. ممكن نتعرف بيكي؟ معلش مش هينفع دلوقتي، خليها وقت تاني. انا الحاج احمد سمير عبد المجيد. تمام، اتشرفت بمعرفتك يا حاج، بس يا ريت نخلي التعارف وقت تاني. عندي 62 سنة، وانتي كام سنة؟ هو انا كلامي شفاف ولا ايه؟ انا طويل وشعري اشقر وعيوني بني. انا عايزك بقى توصفي لي نفسك حته حته. في ايه يا حاج؟ ما تصلي على النبي، مالك كده؟ معلش احسن انا بعت ل 50 واحده ومحدش غيرك رد عليا. والله ما انا سايبك. النبي هتجيب كده، هتجيب كده. ماشي بالراحه كده، واحده واحده، وهنفهم دماغ بعض. ماشي انا معاكي، اما نشوف اخرتها. ممكن سؤال يا حاج احمد؟ سؤال ايه؟ مش وقت اسئله. انت عندك 62 سنه، يعني رجلك والقبر. ايه اللي مخليك عامل فيسبوك وداخل تكلم بنات الناس؟ بقول لك ايه، انت يا من سكات تخليني اشوف غيرك. تمام شوف غيري. محدش بيرد عليا، المحمول شكله بايظ. يبقى تقعد ساكت بقى. انت اسمك وعندك كام سنه؟ انا اسمي سلمى وعندي 23 سنه. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا حاج، شكلك راجل محترم. يكرمك ربنا ويطعمك ما يحرمك. الله يخليك يا حاج واياكم. بس انا ليا عتاب عليك. ينفع الدخله بتاعتك دي؟ يعني حضرتك راجل كبير في السن وبتاع، وداخل تقول كلام زي ده لواحده قد حفيدتك؟ ما عندكيش حد بيوزع لحمه؟ لحمة ايه يا حاج دلوقتي؟ انا بكلمك في ايه؟ لو تعرفي قولي له عمك الحاج عايز حته ضاني من الكتف، وخليه يحط حتتين ليا. ضاني صح؟ ضاني، انا عارف طعم الضاني. يا عم هجيبهم لك انا بنفسي لحد عندك، بس بكلمك في حاجه مهمه دلوقتي. انت هتصدقيني ليه؟ يومين عيد بقى وكل سنه وانت طيبه. انت دلوقتي خلاص في اخر عمرك، ما ينفعش تفكر بالطريقه دي. انا بقول لك الكلام ده صدقني احتراما لانك راجل كبير المفروض تعمل لاخرتك، وحضرتك على راسي، يعني مش غرض اصدعك، لكن دي نصيحه لوجه الله. بيقول لك بقى حته اللحمه الضانيه ما تتسلق في شويه شوربه مع حتتين الليا، وتحطي عليهم بهارات وجوز الطيب، بتخلي الركب حديد. ساعتين ونص افضل اهبط في الوليه، ما تقولش لا. تصدق بالله انت ما تستاهل الكلمتين اللي فوق دول، وربنا ما في حد هيتهبط غيرك. ده انت هتشوف ايام سودة. قصدك ايه؟ قصدي ان انت جامد قوي بقى اما بتاكل ضاني. قوي قوي. يا لهوي عليك بجد. مراتك عايشه يا حاج؟ متلقحه جوه، هي عندها الروماتيزم. سيبك منها وخليك معايا، انا هرجعك شباب تاني. العب. ايوه كده، مش تعملي لي فيها الشيخ شريف؟ مين الشيخ شريف ده؟ ده شيخ الجامع اللي على اول الشارع بتاعنا. كل ما يشوفني على القهوه يديني كلمتين في جنابي ابن صباح بالثلاثة خنزيري ابن خنازيري. طب ما تغلطش في حد. المهم سيب لي نفسك انت بس، ومالكش دعوه بحاجه، انا هروقك. يا ريت تروقيني. استني اخد البرشام. برشام ايه ده؟ برشام المفاصل. انت مفاصلك تعباك؟ لا ده انا باخدها كده عشان بس ما احرجش الوليه مراتي، اصلها بتاخد زيه ومش عايزه تحسدني، فقلت اخد معاها. قلتلي. استني اخد حبايه الضغط. انت عندك الضغط خفيف كده، بس انا روان خدي بالك. هتحسد نفسك يا حاج. هنزل اخد ابره السكر واجي. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ اطلب لك الاسعاف طيب؟ لا بالامانه. لا والله السكر ده وراثه اصلا، يعني ابويا اللي كان عنده السكر، انما انا زي البوم. طب انجز، خلصت الادويه بتاعتك دي ولا ايه؟ بصيت من البلكونه لقيت الصيدليه قافله. بالليل بقى. ماشي. بتعرفي ترقصي؟ لا للاسف مش بعرف. في واحده ما بتعرفش ترقص؟ ده احنا داخلين على يومين عيد. ايه علاقه العيد بالرقص؟ مش فاهمه. هو انت مش بتتلمي يوم الوقفه انت وامك واخواتك وترقصوا؟ لا ما بيحصلش. مين قالك كده؟ صوري لي فيديو. يا عم ما بيحصلش. والله العظيم لو صورتي لي فيديو لاديكي 50 جنيه. شوف انت بقى. 50 جنيه و100 جنيه بتبيعوا وتشتري بيا. وانت يوم ما تعرض عليا فلوس تبقى 50 جنيه؟ انت مين؟ نعم. يعني ايه انا مين؟ لا مؤاخذه افتكرتك. هاخد علاج النسيان واجيلك. انت عندك زهايمر كمان؟ اتكل على الله. انت بتثبت فيها ليه؟ ده الموت علينا حق. كل الامراض دي امال لو بصحتك شويه كنت عملت ايه؟ ما يغركيش السن. مش عايزه تتجوزي؟ لا مش عايزه. ولو عايزه انت بتسال ليه؟ يعني مش فاهمه. مش عارفه برضو بسال ليه. قدامك عريس لقطه اهو. ابنك ده هتلاقيه 40 سنه ولا حاجه، وانا ما اتجوزتش واحد اكبر مني كل ده. ابني ايه؟ ابني انا العريس.
عريس يا عم روح الحق لك تربه بدل ما اسعار المدافن بتولع. ما انا معايا سعر تربه بس بفكر اشتري بيهم خروف احسن عشان هموت واكل الضاني. اسمعي مني هتجوزك. انت على وش موت. ما هيبقى حظك ونصيبك. هاتي ورثي فلوس الخروف. لا شكرا مش عايزه. استني هاكل لهم عشان اخد البرشام. برشام ايه تاني؟ واحده بتاعت الاعصاب عشان الرعشه والدنيا دي عشان الجلطه اللي بتجيلي. ماما حلوة. أنا اللي مش حلو. انا كلت وشبعت. انت فين؟ الو موجوده. قلتي ايه؟ في ايه؟ في موضوع الجواز بتاعنا. لا مش موافقه. وبعدين انت متجوز يعني المفروض تحافظ على مراتك. احافظ ايه وهي دي حاسه بحاجه؟ مش كفايه عندها الروماتيزم ومستحملها؟ يعني انت عندك الضغط والسكر والتهاب مفاصل والزهايمر واعصابك تعبانه وبيجيلك جلطه ومستكتر على مراتك شويه روماتيزم يا قول الله اكبر على صحتي. غيري عندهم القلب كمان. 5 في عينك. هتجوزك امتى؟ بس يبقى في السر عشان ولادي. كمان عايز تتجوزني في السر؟ العيال لو عرفوا هيبهدلوني. انت بتخاف من عيالك؟ لا اخاف ايه وربنا ما حد فيهم يهمني واضربهم واحد واحد. بس والنبي لما نتجوز خلينا في السر. سامحني. انت منين الاول يا حاج؟ انا من الجيزه. انا كمان من الجيزه. منين فيها؟ ساكن في شارع ايه ده؟ انت متأكد انك ساكن في الشارع ده والبيت ده؟ ايوه. ايه ده؟ حية. ده انا ساكنه جنبك بشارع. احلفي بالله. وانا اضحك عليك ليه يعني؟ ده احنا يومنا عنب بالصلاه على النبي. عايزه اشوفك. تعالي البيت. قولي لاهلك هروح ادي عم الحاج الابره. وفي ايه؟ انا كده ساكنه لوحدي. اهلي مش معايا. كمان يا فرج الله. والله انا امي بتحبني. استني اخد برشام الكولون. كفاية. شفت بقى نصيبك حلو ازاي؟ بس للاسف برضه انا مش هتجوزك. ليه بس؟ والله العظيم ما هتندمي. وكمان مش هنحتاج شقه. انت قاعده لوحدك يعني مش هنخسر حاجه في الجوازه. تصدق انك بجح؟ انت مش ليكي تتبسطي. هاخد حبايه زرقاء ومعاها واحده حمراء واخليكي تتبسطي ربع ساعه كامله. حتى دي بتاخد لها برشام. بقول لك ايه بصراحه كده انا لازم اتعود عليك الاول واحبك. لازم احس انك ما تفرقش عن اي شاب صغير عايز يتجوزني. ايوه كده. خدي ودي معايا في الكلام. طلباتك. انا ماليش طلبات ولا عايزه اي حاجه. انا بس عايزه احس انك بتحبني. بحبك والله. بتحبني منين؟ انت تعرفني ولا شفتني قبل كده؟ وانت دخلتي في قلبي عشان تعرفي بحبك ولا لا؟ استني صح افتكرت. هاخد علاج القلب واجي. لحظة. انجز يا حاج. الحمد لله بالشفا. بقول لك عايزه واحد يحبني يضحي عشاني. احس انه ممكن يقف قدام الدنيا كلها عشان خاطري. ماشي اتجوزك ليلتين نعمل المسمار بس وابقى اشوف لك واحد يضحي من عينيا. زي ما توقعت بني ادم سطحي وساذج وكبير في السن على الفاضي ما بتعرفش تفكر حتى. انا بعرف اتكرع. ايه ده؟ تعرفي تعمليها؟ طب انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ بطل قرف. ما قلتيش انت بيتك فين جنبي؟ انا ساكنه في تالت عماره بعدك على طول. اذا كان انا مفيش جنبي غير عمارتين بس يبقى في تاني عماره. مش محتاجة حاجة يعني. ليا الشرف. طلباتك والله واعمل لك اللي انت عايزاه. بس انا عايزه اعيش ليلتين حلوين. مستعد تقف قدام الناس كلها وتقول انك عايزني؟ مش هينفع عشان عيالي. وانا ما عنديش استعداد اتجوز واحد عايزني في السر وبيخاف من عياله. طب انت عايزه ايه؟ لو عايزني فعلا هختبر حبك ليا ده واشوف هتقول قدام الناس كلها ولا لا. ازاي يعني؟ هقول لك ازاي. ما انا هقول لك ازاي. مش سألتني السؤال؟ الجامع اللي عندنا على اول الشارع. مفيش جوامع على اول الشارع يا عم. الجامع اللي في المنطقه. قصدك على جامع الرحمه اللي عند الكوبري؟ ايوه هو ده. ركز معايا. بتصلي فيه العيد ولا لا؟ ايوه بيوزعوا هدايا وحاجات وبيعملوا زي نصبه كده في الشارع. طب تمام. يوم العيد الصبح والناس متجمعه هتطلع على النصبه دي تاخد المايك وتقول بحبك يا سلمى. دي كانت الناس تفرمني. وبعدين العيال الصغيره ماسكه الميكروفونات مش سايباها. ما انت المفروض راجل كبير بقى. خد المايك من الواد الصغير ده وقول للناس يا جماعه انا طالب ايد سلمى. والله ما يحصل. ده انا اكل علقه فيها دي. لا محدش هيجي جنبك. عارف ليه؟ ليه؟ عشان اول ما تقول كده هطلع لك على طول من وسط الناس وهقول لك انا موافقه. وبدل ما الناس كانت هتضربك كلهم هيسقفوا لك. والله فكره حلوه بس على الاقل تلاقي معايا من الاول. لا عشان المفاجاه ما تتحرقش ونبان متفقين. عارج. بعد ما اطلع احضنك كله هيسقف لك واحتمال كمان نتصور ونطلع ترند. بقول ايه هي عيشه ولا اتنين ولا اللي انا عاملها؟ وكده فعلا تستاهل حبي. بس عرفت هتقول ايه بالظبط؟ ايه؟ تقف في الشارع معاك المايك وتنادي على الناس وتقول يا جماعه انا طالب ايد سلمى. انا طالب ايد سلمى. انا بحب سلمى. انا بحب سلمى. فين سلمى؟ اطلعي يا سلمى. هتطلعي انت بعدها؟ ايوه هطلع على طول اديلك حضن والناس تسقف لنا. ماشي بس وحياة ابوك على طول ها
عشان ما يحصليش مشكله. عيب عليك بقى، كفايه انك بتضحي علشان يا حاج يا حبيبي. وعلى فكره دي الفرصه الوحيده ليك، لو ما عملتش كده مش هتشوف وشي تاني. اقسم بالله لا اطلع اقول، خلاص انا حلفت، الموضوع دخل دماغي. بس اطلع على طول. هطلع على طول ما تقلقش. يلا باي يا حبيبي دلوقتي، في ميعادنا بقى اول يوم العيد. ماشي، هروح انا اخد برشامه شاشه العظم. باي يا حياتي وحبيبه قلبي يا سلمى.